فليس الشأن في الإنسان أن يتزوج فقط، ولكن الشأن في من يتزوج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. فاظفر بذات الدين تربت يداك. اختار من هذه الأربع واحدة، وهي ذات الدين، وإن لم تكن جميلة، وإن لم يكن لها مال، فدينها يعوض ما فقدته من المال والحسب والجمال.